أستاذ طلعت. اهلا وسهلا، مساء النور، كيف الحال؟ اهلا وسهلا فيك. تعليقك على ما سمعت، يعني تصرف نادي الوحدة بهذه الطريقة هو تصرف احترافي، لأن اللاعب إذا لم توقع معه أو إذا لم تبيع عقده فبالتالي ستخسر اللاعب وستخسر الملايين التي قد تجنيها من وراء بيع عقده. اول شيء امسي عليك وعلى الاستاذ مسلي. نعم. والحقيقه انا عندي اكثر من نقطه احب اشير اليها. طبعا مفهوم الاحتراف عند عامه الناس يعني ناقص كثير، وعمليه تطبيق نظام الاحتراف في بيع عقود بعض اللاعبين او اعارتهم في بعض الاحيان لحاجه الاداره لتسيير امور النادي، هذا امر ضروري ومطلب. نعم. ومن سنين، مش من السنه الان اللي فيها الاستاذ عبد المعطي رئيس نادي الوحده. في فتره سابقه عندما طبق هذا الاجراء اخي ابن العم السيد جمال التونسي، هجوم شرس، وعلى راسهم الاخ عبد المعطي. عبد المعطي كعكي كان يهاجم ابو رامي على الملأ سواء في الصحافه او في التلفزيون، وكان يقول انه جمال التونسي بيفرط في النجوم، وانه انا جاي احافظ على مكتسبات النادي واني لن افرط في النجوم. عفوا سبحان الله، الان اصبحت العمليه عكسيه. خلينا نكون واضحين. بس هو اصبح يطبق يعني يطبق العمليه الاحترافيه، وانه هو رجل يحافظ على مكتسبات النادي، في الوقت اللي كان في فتره سابقه عكس الكلام هذا. طيب خليني اخذ معك نقطه عفوا طلعت. يعني في فرق بين الفتره الحاليه والفتره الماضيه. الفتره الحاليه لا ما في فرق. لا خليني اسال وبعدين نجاوب. الفتره الماضيه كان في قائمه الانتقال 6 شهور تحمي حقوق النادي، لو اللاعب ما وقع هاخذ حقي بزياده. اما الان ما في قائمه انتقال، فبالتالي اذا ما بعت عقد اللاعب ساضطر انه انا حينتقل، حيصبح حر اللاعب ولن يستفيد النادي شيء. طيب اتفق معك. الان الكابتن كامل الموسى قبل اسبوعين طبعا تم انتقاله. هذه الصفقه نحن يعني نؤيدها، لانه في نهايه الامر اللاعب ما كان يرغب وعقده منتهي، وطبعا كان المفروض انه يروح وتم انتقاله، لكن كامل المر فاضل عليه سنه وشهر. طيب مضبوط. ليش الانتقال السريع هذا؟ ليش ما كان في مفاوضات؟ كان في فتره، لانه في فترة طويلة. طيب ما كان في إدارة جمال تونسي عيسى المحياني، كابتن عيسى والكابتن أسامة، تم عرض مبالغ كبيرة لهم مقابل بقائهم للوحدة، وجمهور نادي الوحدة يعرف جمال تونسي مدى عشقه لنادي الوحدة وحرصه على بقاء كل اللاعبين في الفريق. لكن في نهاية الأمر اصطدم برغبة الكابتن أسامة وبرغبة الكابتن عيسى واتكلوا على الله ومشيوا. نعم. هذا أسلوب احترافي ما عندنا مشكلة فيه. لكن الآن كامل المر باقي عليه سنة وشهر، ليه بسرعة كذا أمشيه على الأهلي؟ لأنه فترة أنا أنتظر اللي يدفع أكثر. الآن اللاعب نحن الآن لما نيجي يقول لك والله ما فيش أندية جدية، لا يا حبيبي في أندية جدية. نادي الهلال كان عارض على كامل المر في فترة من الفترات، وفي وقت إدارة أبو رامي 14 مليون ريال. هذا سابقا استاذ طلعت، الآن ما في شيء. ايوه بس انت تسرعت الآن، خلاص على طول عقد النادي الأهلي، عرض النادي الأهلي، وخلال يومين 3 وراح للنادي الأهلي. طب نحن ننتظر، الهلال يحتاجه، الشباب يحتاجه، الاتحاد يحتاجه. ما في يا استاذ طلعت، هذا وكيل اعمال اللاعبين قال ما عندي عروض يعني. طبعا لانه هو خلال يومين 3 تمت الصفقه. انا الان ايش يجبرني انا كعبد المعطي كعكي وكاداره نادي الوحده على اني انا ابيع عقد اللاعب في هذا الوقت بسرعه؟ لانه فتره الانتقالات عندي 7 شهور حتى يدخل في الفتره الحره. عندي 7 شهور كاداره، عندي 7 شهور حتى انه اللاعب يدخل يصير حر. الان هو مو حر. وبعدين النقطة الثانية اللي أشار إليها سعادة السفير أمس، إنه كان من المفترض الأستاذ عبد المعطي يدي خبر لمجلس إدارته، يدي خبر لرئيس أعضاء الشرف، نائب رئيس أعضاء الشرف، هذول كلهم همشهم وما أعطاهم خبر. أنا على كل حال، أنا صدقني أنا ماني الآن بصوت عالي أبغى أنا أهاجم عبد المعطي كعكي، ولكن أحب أذكره إنه هو في وقت من الأوقات كان يهاجم جمال تونسي إنه هو فرط في اللاعبين، فرط في عيسى المحياني وأسامة هوساوي. جمال تونسي اتباع عقد ناصر الشمراني فقط لا غير، لكن عيسى المحياني وأسامة هوساوي الاثنين برغبتهم هم حبوا ينتقلوا الوحدة. ويمكن انتم في قناه الART كنتم مصاحبين لفتره المفاوضات الطويله اللي تمت ايام اسامه هوساوي وايام. طيب هذا برغبته ايضا يعني، معلش طلعت، هذا ايضا برغبته يعني، هذا رغبه اللاعب، هو اللي قال انا ابغى نادي الاهلي وهو اختار النادي. بالنسبه لمين؟ كامل المر. كامل المر لسه عقده ما هو منتهي ومو من حقه يتكلم الان. إذا كان سأله، عفوا معليش أنا بكون معك الآن واضح. الآن الأستاذ عبد المعطي كعكي
وجد انه عقد كامل مر باقي عليه سنه، فبالتالي من واجبك كرئيس نادي انه يسعى الان لانه يجدد عقد اللاعب حتى ما يخسر وحتى ما يدخل في فتره الحرج هذه. فمن الان اراد ان يجدد، ساله قال انا والله ما ابغى اجدد، يعني حتى لو انتهت انا ما راح اجدد وراح امشي من الان. فمن مصلحه النادي في هذا الامر يا استاذ عادل كيف؟ ان انا استعجل بهذا الامر الان. ليه ما انتظر لما عندي 7 شهور قدام للساعه؟ لانه في فتره اللاعب يدخل فتره حره. لانه في الفتره القادمه متى ما دخل اللاعب الفتره الحره سيكون في وقتها في فتره التسجيل، وبالتالي سينتقل اللاعب وسيكون لا لو انت صادق يا حبيبي، لا فتره التسجيل الان اعتقد حتبدا وحتستمر حتى بدايه الموسم. فتره التسجيل الثانيه اقصد انا اتكلم عن الاولى. لا اتكلم عن الثانيه انا. طيب كان بالامكان الانتظار. ما هو المسارعه في انك انت على طول توديه على الاهلي. تنتظر، ربما يكون في مبلغ اكبر. واللاعب الان ما هو بطوعه واختياره انه هو يروح. يعني تقصد ان انت ما عندك مشكله انه بيع عقد اللاعب، ولكن مو الان، بس هذا المأخذ يعني. نعم. يعني حتى يزيد سعر اللاعب. نعم. اذا كان وكيل اعماله قبل قليل قال انه هو العرض الاقوى المقدم من النادي الاهلي، والعرض الجاد والعرض السخي. العرض الجاد والعرض السخي لسه الانديه توها خارجه من الموسم. هو يبدو بس النادي الاهلي كان مسخن شويه واخذ كامل الموسم وراه كامل المر، لكن بقيه الانديه لسه توها طالعه من الموسم. يعني لسه الهلال، الشباب، الاتحاد، النصر، يعني كان بالامكان انه نحن يعني ناخذ وقت مناسب، على الاقل شهرين يا اخي، الشهرين الجايه. انت تتكلم عفوا استاذ، طلعت عن ربما احنا نقول لك وكيل اعمال طلع وقال والله انا ما عندي عروض. يعني وكيل اعمال لاعب، هل انت احرص من الوكيل اللاعب؟ اكيد وكيل اعمال لاعب حريص انه يكون عرض اللاعب اعلى، حريص على اللاعب وعلى يكون عرضه اعلى. يعني احنا كوحداويين نبغى مصلحه النادي في نهايه الامر. اذا هي محافظه على مكتسبات النادي ونتغنى بهذه هذا المبدا، اذا من المفترض انه انا انتظر شويه. انا ايش يحدني الان على بيع عقد كامل المر وفاضل 7 شهور حتى يدخل فتره حره؟ ايش حادني ان انا ابيعه في هذا الوقت؟ لسه تو كامل الموسم يمشي. طب نصبر شويه نشوف كيف الامور تصير معانا. وانا زي ما قلت لك، بس يعني سبحان الله العظيم، هي الدنيا كذا دواره. الى وقت قريب كانوا يهاجموا جمال تونسي انه هو فرط في النجوم، في الوقت اللي كان موضوع اسامه وعيسى المحياني بالذات اللعيبه الاثنين هذول كان على الملأ. نعم. وكان حريص جمال تونسي انه هو يبقوا الاثنين في الوحده، سواء كان اسامه او الكابتن عيسى. الكابتن عيسى طلع عندكم في قناه الART وقال استخرت الله وقررت الانتقال لنادي الهلال، كلكم تذكروها. واعتقد حتى الان في بعض الاحيان بتحطوها. نعم. طيب. فالمساله انت المفروض ما كان عندك عجله في انك انت تبيع عقد كامل الان. بامكانك الانتظار شويه، بامكانك انك انت تشوف كذا عرض ممكن يكون افضل من النادي الاهلي. انا ماني ضد النادي الاهلي، انا بقول لك نطبق نظام الاحتراف، نحافظ على مكتسبات النادي، لكن يعني بانه نحن نخطو خطوات حتى لما انا اظهر امام الراي العام انه والله ترى انا جاني العرض الفلاني والعرض الفلاني وكان العرض حق النادي الاهلي هو الافضل، هو الاقوى، هو الانفع لناديه. لكن المساله صارت خلال 2-3. عموما مساله 2-3 هذه اعتقد انها مش معلومه مش صحيحه استاذ طلعت. 10 ايام، اسبوعين. طيب. على كل حال والله العظيم، شوف نحن نظام الاحتراف لابد انه يعني بغض النظر عن صفقة كامل الموسى او كامل المر، لابد انا اوجه دعوة لعامة الجماهير سواء كان الوحداوية او غير الوحداوية، لابد ان نعي مفهوم الاحتراف بشكله الصحيح. انتقالات اللاعبين هذا امر حتمي. الان حتى بالغاء الماده 18 حندخل في متاهات اكبر. انا ارجو انه من الجماهير الوحداويه على وجه الخصوص انه لسه يتقبلوا كثير من القرارات، الكثير من النجوم. نحن اداره نادي الوحده هذا موضوع اخر، يعني الحديث فيه طول، وموضوع نادي الوحده بصفه عامه الحديث فيه طول. نحن صعب علينا المنافسه، نحن نحلم باحلام ما نقدر نحققها. مهر البطوله غالي. طيب. لما تيجي تقول الاتحاد والهلال والشباب، هذه الثلاثة الأندية الآن بتحقق بطولات خلال السنين اللي راحت، ولكن بتصرف عشرات الملايين. طيب. نادي الوحدة ميزانيته ما تساوي 20% من ما يتم صرفه على الأندية الثلاثة هذه الكبيرة. يعني ايش تبغى تقول استاذ طلعت؟ اللي ابغى اقوله انه نحن لا نحلم كثير بالبطولات، خلينا نضع كذا خطة
خطة عمل على مدى 4 سنوات، على مدى 5 سنوات، ايش نعم. نبغى نحقق نحن مع نادينا نعم. في ظل نظام الاحتراف، نعم. في ظل الاعتماد الكلي على المادة عشان يصير فريقك قوي، عشان فريقك يكون مليان نجوم، عشان تحقق بطولات. نعم. لابد انك تصرف وبسخاء.